كان عندك كام سنه لما عرفت ان خالد زكي هو مش رئيس الجمهوريه وحسني مبارك هو رئيس الجمهوريه؟ وده كان انطباع عندنا من واحنا صغيرين، لان احنا كبرنا على فيلم طباخ الريس. فيلم طباخ الريس كان اخراج سعيد حامد ونزل عام 2008، وهو بطوله طبعا طلعت زكريا وخالد زكي وداليا مصطفى وسامح حسين طبعا ومحمد الصاوي اللي ليه دور هنتكلم فيه جوه الفيلم. لو انت مش عارفني، انا سعد وهنا برنامج المفتش الفني. بيبدا الفيلم من على كوبري اكتوبر، ونلاقي الكوبري زحمه جدا، الناس بتقول فيها يا جدعان وقاعدين بيزمروا، قال لك اصل الريس معدي. وسبحان الله في نزله كوبري اكتوبر نلاقي ناس واقفه بيافطه عليها صوره الريس خالد زكي ونرحب بيك يا ريس، ودي صدفه. بعد كده المشهد اللي بعديه على طول يقول لك ان الريس راح مزرعه بهايم، واول لما بص كده عشان ريس فهلاوي وجامد جدا، اول لما بص كده قال لك البهايم دي جديده على المكان وقال لك يحاسب الرئيس. المهم انا عايز افهم الفيلم ده كان رساله لاهانه الشعب ولا رساله للضحك على الشعب؟ الفيلم بيبدا بطلعت زكريا وهو في بيت اهله اللي هي مراته وامها واخو مراته، واخو مراته ده ما بيعملش حاجه في حياته غير انه عاطل وبيجيب عيال. فهنا المخرج كان عايز يوصل لك ان البطاله بتجيب عيال، يعني انت عشان تقعد الناس من الشغل فالناس هتجيب عيال زياده ونقعد بقى في تعداد سكان ومواويل كبيره. وبعد كده طلعت زكريا قال لمراته احنا عايزين ناخد شقه. فناخد شقه فين يا ربي؟ احنا منتظرين شقه الاسكان. والاسكان دي على ما اظن كانت كدبه بيضحكوا بيها على الشعب عشان يصبروه، اللي هو اتجوز عند ابوك وامك دلوقتي وهنجيب لك شقه في الاسكان. وطبعا شقه الاسكان كانت بتوزع على ناس مش هنقدر نقول اساميهم عشان ما يفشخوناش. الفيلم كان عايز يوصل لك ان الريس ملاك بجناحات، مش مغفل، في فرق بينهم. ملاك بجناحات ان هو بيتنصب عليه من اللي تحتيه، طب ما هو كده مغفل. لما يجيبوا له 2 ممثلين ويقولوا له اتفضل يا ريس انت داخل بيت ريفي جميل، ويجي بعدها بيوم يشوفهم في التلفزيون، فكده استغفال. فكرني موقف حصل مع الرئيس حسني مبارك لما جابوا له مخبر شغال في الداخليه وقال له يا ريس انا عايز اطلع عمره عشان انا فلاح ولابس جلابيه. في الاخر جه في الاخر قام مدي الريس تعظيم سلام ما بيطلعش غير من 2 امناء الشرطه والمخبرين. انا شايف ان ساعتها الفيلم ده كان معمول عشان يلمع حسني مبارك، ولكن حاسس ان اتقلبت عليه. ازاي؟ جايب لك رئيس الجمهوريه مش عارف شعبه عايش ازاي، جايب لك الرئيس لما حاول ينزل الشارع في المشهد الشهير اللي هو وديت الشعب فين يا حاج؟ وديتوا الشعب فين يا حازم؟ ايه ده؟ سبحان الله، الرئيس عارف انه نازل واللي تحتيه عارفين انه نازلين، يقوموا قايلين ان في كسوف في الشمس. طب ما ايه؟ ما هو كده مش عايزين الشعب يقابل الرئيس، فده يقول لك ان الرئيس كان مغفل واتصل بيه. بعدها المفروض بعد حركه زي دي يشيل كل اللي تحتيه، اللي هو انتوا بتفرقوا بيني وبين الشعب. بعدها لما ندخل بقى في احداث الفيلم وطلعت زكريا يوصل للقصر الجمهوري يقول له يا ريس اصل علبه الكشري ب5 جنيه، يقول له ازاي؟ ده قايلين لي ب25 قرش. اتصل لي يا ابني بابو طارق وقدام وزير التموين، وطلع وزير التموين كذاب. يشيله ازاي؟ يشيل وزير التموين. فده كان كل مره كل موقف بيحصل في الفيلم يقول لك ايه؟ اصل الريس مش عارف، ده اللي تحتيه الظلمه يا عيني. لا يا باشا، ده تخلف. يعني انت ازاي وصلت رئيس جمهوريه وانت مش فاهم اللي تحتيك؟ ازاي قاعد في منصبك لحد دلوقتي؟ انت فاهم؟ ده الرئيس، انا قصدي رئيس مبارك طبعا. وفي اول فيلم لو لاحظنا انه جاب لك ان الرئيس نبيه. ازاي يا معلم؟ جاب لك ان الرئيس اول لما دخل وشاف العجول قال لك ايه؟ دول مش من هنا يا معلم، انتوا لسه شاحنينهم امبارح في الطياره. اصل العجل لما بيدخل مكان جديد ما بياكلش فيه اول يومين، فالعجول دي رفيعه. بعدها بقى في المواقف اللي بعدها، طب ايه يا ريس؟ طب ما هم جابوا لك 2 ممثلين، ماذا فعلت؟ لا افعل شيء. ده حكايه يا ريس، قالوا لك علبه الكشري بكذا، ماذا فعلت؟ لا افعل شيء. بعد كده يا ريس رغيف العيش، الناس بتموت بعض وشفناها في افلام كتير مصريه وشفناها في الحقيقه، اصلا من شبرا مش من المريخ. طب ايه يا ريس؟ لم اشاهده بعد. ونيجي بقى عشان اختم لك الفيديو في اهم حته في الفيلم، لما الريس نزل مع متولي على القهوه. سبحان الله، مفيش واحد من ال20 اللي كانوا على القهوه عارفين رئيس بلدهم. ده انت المفروض رئيس حبوب وبتنزل تقعد مع الفلاحين، وفي نزله كوبري اكتوبر تحيا مصر والريس. ايه يا ريس؟ فده برضو بيجيب لك ان الناس مش فاهمه، الناس مغيبه. فهو انا مش فاهم الفيلم ده كان معمول عشان يوريك الناس مغيبه قد ايه ولا الريس ملاك قد ايه. وده كان ملخص فيلم طباخ الريس من الصوره الكبيره مش من الصوره اللي نزلت على التلفزيون. وفي الاخر انت شايف الفيلم هان الشعب ولا بروز الرئيس ابو جناحات؟ اكتب رايك في الكومنتات وهرد عليك. وطبعا لو انت مهتم بالنقد الفني ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وسبسكرايب على القناه.